بسم صلى على الله. النبي. صلى على النبي. بسم الله الرحمن حطوا الرحيم، لايك. والصلاة والسلام على أشرف حطوا المرسلين لايك. سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد حطوا وبارك لايك. وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هيحطوا لايك عشان خاطر مالك بيقول لكم حطوا لايك، فحطوا لايك عشان خاطر مالك. بص يا حبايبي، هنعمل بقى مكرونة بشاميل بحذافيرها بقى بكل حاجة فيها. بصوا، تحفة تحفة تحفة. يعني عايزة تعمليها بالطريقة دي، تخدميها كويس هتطلع معاكي كويسة جدا. هنا عاملة البشاميل، كل كوباية دقيق، كل كوباية لبن عليها معلقة دقيق. وعلى الكيلو لبن حطيت معلقتين سمنة كبار ومكعب مرقة دجاج وشوية ملح وشوية فلفل. ده البشاميل اللي انا بعمله. ومعصجه اللحمه، ده نص كيلو لحمه مفرومه، وعليه شايفين اللحمه المفرومه مخرزه كده وجميله، تعرفي ان هي كويسه لما تلاقيها مخرزه كده وجميله. حطيت عليها بصلايه، وحطيت عليها شويه ملح وفلفل وبهارات لحمه، وحطيت عليها معلقه صلصه او معلقتين من الطماطم لو انت عندك طماطم مسبكاها، بتديها طعم جميل جدا وهتبقى جميله خالص. زي ما انتم شايفين كده، حطيت بشاميل الاول على المكرونه، قلبت كله. بعد كده حطيت شويه بشاميل في القعر بتاع الصينيه. وكل طبعا ما تحط لها اللحمه دي على حسب الكميه، لو انت عايز تعملي بربع كيلو اعملي، عايز تعملي بنص اعملي. دي انا عاملاها، هي الربع كيلو لحمه مفرومه على كيس مكرونه، انا عامله كيسين حاطه عليهم نص كيلو. بس هنا بقى بزود حاجة بتخليها جميلة جدا، شوية جبنة شيدر كده زي ما انتم شايفين فوق اللحمة المفرومة، وبحط كمان على الوش، وبحط موتزاريلا بتديها طعم مختلف كده وبتبقى تحفة. جربوها ان انتوا تحطوا عليها كده في النص، بصراحة بتبقى جميلة جدا، بتديها طعم تحفة. في ناس بتحط موتزاريلا بس في النص، انا بحط الشيدر، بصراحة بتديها طعم كده عامل زي طعم كده مختلف كده زي الجبنة المثلثات، بتدي طعم حلو قوي، تبقى جميلة خالص بالطريقة دي. جربوها هتعجبكم. واللي وصل معايا هنا الفيديو، ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين يا حبايبي، وما تنسوش تحطوا لي لايك زي مالك ما قال لكم، وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. وبالله عليكم وحياة سيدنا النبي لا تدخلوا في الكومنتات تصلوا على النبي، اكتبوا اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم عليك يا حبيبي يا رسول الله، او اكتبوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وزي ما انتم شايفين معايا كده طلعت، بصوا هتطلع تحفة هتعجبكم جدا. بقيت الجبنة الشيدر احطها على الوش، وبعد كده احط عليها الجبنة الموتزاريلا. كنت الاول بخلط الاتنين مع بعض، الشيدر مع الموتزاريلا احطها على الوش، لقيت الشيدر شوية بتنشف في الفرن، مش بتسيح قوي كده زي الموتزاريلا، فبقيت احط الشيدر الاول عشان تبقى سايحه كده مع البشاميل، وبعد كده بحط الجبنه الموتزاريلا على الوش. وكل ما بتزودي الكميه بتاعه الجبن كل ما بتدي طعم اكتر واحلى، بتبقى تحفه بصراحه، بتبقى جميله جدا جدا جدا. بص، كل ما تزودي كده، يعني انا حاطه كميه ما شاء الله كميه حلوه، بس هتطلع معاكي جميله وهتعجبك خالص وهتبقى حلوه. بصراحة كانت تحفة، وكل اللي أكل منها قال لي كانت جميلة خالص وعجبتهم خالص. جربيها بالطريقة دي إن شاء الله هتعجبك. في ناس بتعمل عليها على الوش كده بيضة بشوية فلفل بشوية ملح وبتحطها على الوش. وهنا عملنا لهم بقى ايه شوية ستريبس كده ايه. طبعا كل الناس عارفة الطريقة عاملة ازاي، وكل الناس عارفة هي بتتعمل ازاي، انا ما صورتهاش بصراحة المقطع ده. آه، سهيت يعني، كنت مفكرة ان التليفون مفتوح وهو ما كانش مفتوح. انا هنا عاملاه بالفيجيتار، اللي هو الكريسبي، اللي هو اللي بيبقى تخين شويه كده، ما بيبقاش ناعم، بيبقى خشن شويه، بيدي بصراحه الولاد بيحبوها كده وبتبقى جميله جدا. وطلعت معانا الصينيه بالجمال كل والحلاوه اللي سنة انتوا وانتم شايفينها دي، طيبين. تحفه. مالك بيقول لكم كل سنه وانتوا طيبين، اهو جه هنا في الفيديو. بصوا جميله جدا، وبيبقى مقرمش كده من بره ومن جوه طري وجميل جدا، والمكرونه طلع طعمها تجنن، هتعجبكم خالص خالص. وبصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الجبنه بتمط فيها ازاي، وجميله جميله جميله هتعجبكم قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. اللي وصل بقى معايا هنا للفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك يا حبايبي، والناس اللي مش متابعاني تضغط متابعه، والناس اللي متابعاني متابعتكم ليا على راسي من فوق. انا هنا قطعتها سخنه لان احنا بنحب ناكلها وهي سايحه كده وسخنه، يعني ما بنحبوش نستنى لما تبرد ونقطعها خرط، بنحب ناكلها كده وهي سايحه. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش اللايك يا حبايبي، اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.